بدأ المحاولات مش لتغيير النظام ولكن لانهيار الدولة. والاستاذ احمد لما بمعنى يعني سيادة اللواء في النقطة دي لو سمحت يعني اريد توضيح، يعني ايه بدأت المحاولات لانهيار الدولة؟ ايوه، الاستاذ احمد اذا كان هو من اللي تدربوا في صربيا، انا ما اعرفش هو اتدرب في النيو جينيريشن دي ولا ما اتدربش فيها. استاذ محمد ابراهيم. ايوه استاذ احمد ابراهيم اللي هو يعني انتوا رصدتوا بعض الشباب تدربوا في صربيا؟ طبعا، ومعانا اسمائهم وكل بياناتهم. طب ليه ما اعلنتوش عن الكلام ده سيادة؟ والله احنا قلنا ده مرحله كانت سابقه واحنا نسيبها دلوقتي. الاستاذ احمد اللي قدام حضرتك ده يقول لك ان الدوله بيشبهوها بشابوه، تحته مجموعه من الاعمده دي 5 اعمده او 6 اعمده. الكلام ده موثق، الشرطه والجيش والاعلام. لكن سياده اللواء الاتهام ل 6 ابريل بالوقيعه ما بين الجيش والشعب من خلال بيانكم رقم 69 كان اتهام مرسل. يعني فين المستندات اللي تقول ان هؤلاء في 6 ابريل تلقوا دعم من الخارج او تلقوا تدريب في صربيا زي ما حضرتك بتقول؟ لا، التدريب في صربيا موجود والدعم موجود، والاتهامات لما المجلس الاعلى بيصدر بيان ما بيصدرش بيان مرسل. اشمعنى 6 ابريل؟ هو ده السؤال اللي انا سالته لحضرتك، اشمعنى 6 ابريل؟ في 220 ائتلاف وفي حوالي حاجه و30 حزب موجودين حاليا على الساحه. اشمعنى 6 ابريل؟ احنا عندنا مبرراتنا وعندنا اسبابها وكل حاجه. ليه ما اعلنتوهاش سياده اللواء علشان الامور تبقى واضحه؟ ليه ما اعلنتوها بمستندات ووثائق ان 6 ابريل تلقت اموال من الخارج وتلقت تدريب في صربيا كما تقول حضرتك الان؟ ليه ما اعلنتوش ذلك؟ التدريب موجود والعلامه بتاعتهم علامه بتاعت الثوره الصربيه. يعني سياده اللواء اين المستندات؟ يعني هتعلنوها امتى على الراي العام؟ كل حاجه وليه وقتها، ولما نعلن مستندات يعني لازم في ناس هتبقى في وضع مساءله عشان ما يبقاش كلام مرسل. لكن سياده اللواء يعني في اسماء معينه في 6 ابريل تلقت هذه الاموال، ولا هي كمنظمه هي اللي تلقت باكملها الاموال من الخارج؟ يعني انا مش هدخل في التفصيلات برضه لان الموضوع ده انا مش من حقي اتكلم فيه، لكن في بيانات ومين اللي اتدرب هناك واتدرب امتى واتدرب على ايه، وايه اعمال الدوله اللي لو انهارت الدوله كلها تنهار. اسمح لي سياده اللواء، مين الجهات اللي مولته؟ هو الاستاذ احمد ممكن يقول لك هو اتدرب في صربيا ولا ما اتدربش. لكن هتعلنوا هذه البيانات سياده اللواء ان في ناس سافرت صربيا اتدربت وخدت اموال لانهيار الدوله في مصر؟ ايوه. ده هيعلن امتى سياده اللواء؟ هناك والله الجهات المسؤوله هتطلع الكلام ده في توقيته المناسب. يعني سالت حضرتك يمكن سؤال لعل حضرتك سردت بس تفاصيل مهمه، لكن من الجهات التي تقف كما تقول انت وراء 6 ابريل وغيرها من المنظمات التي تتلقى دعم مالي؟ اولا الدعم المالي اعلنته السفيره الامريكيه في لجنه في الكونجرس، قالت ان احنا دعمنا ب 40 مليون دولار، دي مش حاجه من عندي، ودعمنا قبل كده بحوالي 70 مليون ورصدين مبالغ اخرى. يعني اذا حركه كفايه ايضا تتلقى لا دعم؟ انا ما قلتش حركه كفايه تتلقى دعم، انا كلامي واضح. تفضل. في 600 جمعيه تقدمت بطلبات للاعانه من السفاره الامريكيه في مصر. كل ده يعني حضرتك ما ردتش على سؤالي سياده اللواء، ليه ما اتحركتش الاجهزه المعنيه بدل كل هذه المعلومات موجوده عندها ومتوفره؟ طيب اي حد كان يلقي اتهام لحد في ميدان التحرير يبقى ده فلول وضد